إلا كنتي كتفكر تشري BYD ولا أي سيارة كهربائية في المغرب، خاصك تفرج في هذا الفيديو حتى الآخر، حيت بزاف ديال الناس اليوم داخلين لعالم السيارات الكهربائية بالحماس فقط، ولكن بعد ما كيشريو كيتصدموا بالواقع. أول سؤال كيطرحوه فين غادي نشحن هاد السيارة، ومن بعد كيبدا القلق ديال المدى، يعني شحال غتضرب بيا هاد الطوموبيل قبل ما نشارجيها، واش البطارية غادي تخسر مع الوقت، واش نقدر نسافر بها بين المدن. المشكل ماشي في التكنولوجيا ولات مطوره بزاف. المشكل الحقيقي هو الاستعمال في المغرب والبنيه التحتيه وطريقه الاختيار. واليوم في هذا الفيديو غادي نعطيك الشرح الواقعي شنو هي المشاكل الحقيقيه اللي ممكن تواجهك، وشنو هي الحلول اللي تخليك تستعمل السياره الكهربائيه في المغرب. غادي نهضروا على الاخطاء اللي كيوقعوا فيها بزاف ديال الناس قبل ما تشري، باش ما تضيعش فلوس وقرار غير مدروس. الاخر ديال هذا الفيديو غادي تفهم بكل وضوح واش السياره الكهربائيه مناسبه لك ولا خاصك تستنى شويه. السوق المغربي تبدل بزاف في السنين الاخيره، ومبقاش الموضوع مقتصر على موديل واحد ولا جوج. اليوم كاين اختيار حقيقي خصوصا مع دخول BYD بقوه. حاليا كاينين موديلات مختلفه كتغطي تقريبا جميع الفئات، من السيارات الاقتصاديه حتى للفئات الفاخره. وما بين اهم الموديلات BYD المتوفره في المغرب كاينه اتو 3 اللي كتعتبر من اكثر السيارات توازنا بين الثمن والتجهيزات، وكاينه BYD C اللي كتوجه للفئه اللي باغيه اداء والتصميم العصري، وكاينه BYD Han وتان للفئه العليا. والاهم هو دخول موديل اقتصادي بحال BYD Seagull اللي قربت السياره الكهربائيه لميزانيات اقل مقارنه مع السابق. وماشي غير BYD، السوق فيه حتى داسيا سبرينغ، رونو زوي وAMG وحتى تسلا، ولكن بشكل محدود. يعني من ناحية العرض الخيارات ولات موجودة، ولكن رغم هذا التوسع المشكل الكبير في المغرب ماشي هو توفر السيارات. المشكل الحقيقي هو كيفاش غادي تستعملها يوميا. أكبر تحدي اليوم لأي واحد باغي تشري سيارة كهربائية في المغرب هو الشحن. الشبكة ديال الشحن العمومي مازال محدودة، كاينة فقط في بعض المدن الكبيرة وطريق السيارة، وحتى في هذه الأماكن ماشي دائما كتلقى الشاحن خدام أو متوفر. هنا كيجي السؤال اللي خصك تجاوب عليه قبل ما تفكر في الثمن أو الموديل: فين غادي نشارجي كل نهار؟ الا ما كانش عندك كراج في الدار او بلاصه خاصه تقدر تركب فيها الشاحن، فالتجربه ديالك ممكن تولي صعيبه ومقلقه. فبزاف ديال الناس كيشريو السياره ومن بعد كيبقاو يقلبوا على الشواحن يوميا. الحل هو قبل ما تشري تاكد مزيان بانك قادر تشحن في الدار او في الخدمه. الا ما كانش هذا الحل متوفر عندك، خاص تفكر مزيان قبل ما دير هذه الخطوه هذه. دابا قبل ما تختار السياره خاصك تحلل الاستعمال ديالك اليومي، يعني سول راسك شحال كتمشي كل نهار. واش الاستعمال ديالك غير داخل المدينه ولا كتقوم بسفرات طويله بين المدن بشكل متكرر؟ الا كان الاستعمال اليومي ديالك في المدينه، فالسياره الكهربائيه غادي تكون مثاليه ومريحه. ولكن الا كنتي كتسافر بزاف، خاصك تخطط مسبقا تشوف واش المسارات اللي كتدوز منها فيها محطات شحن كافيه. واحد من افضل الحلول هو استعمال تطبيق بلاغ شير اللي كيوريك مواقع الشواحن في المغرب. تقدر تشوف الطريق اللي كتمشي فيها بزاف وشنو هما الشواحن اللي كاينين باش تحسب واش هاد السياره غادي تخدم لك ولا لا. اكبر خطا كيوقع فيه المشتري هو الاعتماد على شحال كتمشي السياره او المدى اللي كتباع الشركه. مثلا الشركه كتعلن ان السياره كدير 400 كيلومتر شحنه واحده، ولكن في الواقع المغربي الامور مختلفه. الحراره المرتفعه، استعمال الكليماتيزور، الطرق اللي فيها الطلاعي بزاف، واسلوب السياقه، كاملين كيأثروا بشكل كبير على المدى. في الاستعمال الحقيقي ممكن تلقى بان المدى نقص حتى 300 كيلومتر او اقل. القاعده الذهبيه هي تحسب تقريبا 70% من الرقم المعلن. هذه الطريقه كتخليك تكون واقعي وكتجنبك تحصل في وسط الطريق ببطاريه فارغه. الا كان عندك امكانيه الشحن في الدار، فهنا السياره الكهربائيه غادي تعطيك افضل تجربه ممكنه. غادي تركب وول بوكس كيخليك تشحن بسرعه وامان، وكيعطيك راحه كبيره. افضل وقت للشحن هو الليل، حيت السياره كتكون واقفه، والصباح كتلقى البطاريه ديال السياره عامره. اما الا كان عندك طاقه شمسيه في الدار، هنا كتولي التكلفه تقريبا شبه منعدمه. هادشي كيخلي السياره الكهربائيه واحده من ارخص وسائل التنقل في المدى الطويل. دابا اجي نشوفوا السفر بين المدن. السفر بالسياره الكهربائيه ممكن، ولكن خاص تخطيط. قبل ما تشري حاول تحسب الرحله الحقيقيه، مثلا من كازا لمراكش او من الرباط لطنجه. شوف عدد المحطات الشحن في الطريق، وشوف حتى السرعه ديالها، حيت بعض المحطات عندها شواحن بطيئه وبعض الاحيان ممكن تلقاها خارج الخدمه. الحل هو دائما تخلي هامش الامان في الطاقه، ما تسناش حتى تخوى البطاريه بزاف. واحد من اكثر المخاوف عند الناس هو عمر البطاريه.
في الحقيقه ان البطاريات الجديده خصوصا بحال ديال BYD بليد باتري مصممه باش تعيش سنوات طويله، ما عندكناش تخاف. ولكن الاستعمال الصحيح اللي كيحدد العمر ديال البطاريه. يعني الا كنتي تستعمل البطاريه بواحد الشكل اللي ما مزيانش فراه غادي تموت لك بالزربه. باش تحافظ على البطاريه حاول تخلي الشحن اليومي ما بين 20% و 80%، ما تعمرهاش حتى 100% الا كنتي ناوي تسافر بها لطريق طويله. ما تخليهاش تخوى بزاف لمده طويله، وحاول ما تعتمدش على الشحن السريع DC الا في حاله الضروره. السيارة الكهربائية رخيصة في الخدمة، ولكن كاين المصاريف خاصك تكون عارفها قبل ما تشري. تركيب الشاحن في الدار عنده تكلفة أولية، التأمين ممكن يكون أعلى شوية مقارنة بالسيارات العادية. بالإضافة سوق إعادة البيع مازال جديد في المغرب، يعني القيمة المستقبلية مازال ما مستقراش بشكل كامل. ولكن في المقابل الصيانة اليومية قليلة بزاف، وما كاين لا تغيير زيت لا مشكل ميكانيكي معقد، وهذا الشيء كيعوض بزاف ديال التكاليف مع الوقت. دابا نجاوبوا على السؤال واش السيارة الكهربائية مناسبة للمغرب. السيارة الكهربائية مناسبة للمغرب ولكن بشروط. إلا كنتي في المدينة وعندك كراج والاستعمال ديالك اليومي قصير، ولكن كتكون صعيبة إلا كنتي كتسافر بزاف وما عندكش بلاصة للشحن، أو ساكن في مدينة صغيرة فين مازال ما كايناش بنية تحتية للشحن. هنا كنوصل للنهاية ديال هذا الفيديو. إلا كان عندك اليوم ميزانية لشراء سيارة، واش تمشي تشري سيارة كهربائية ولا مازال كتفضل سيارة البنزين حتى تحسن الظروف أكثر؟ كتب لي في التعليقات شنو الرأي ديالك، وقول لي شنو الموديل اللي كتفكر فيه.